السلام عليكم. دي المحاضرة التانية بتاعتنا في كورس كوانتم. بإذن الله المحاضرة دي هنتكلم عن الويف بارتكل دواليتي بس بالتفصيل الممل شوية. هنعرف تفاصيل كتير فيها، هنبني أساسيات ماثماتكس كتير واحنا بنتكلم عن الويف بارتكل دواليتي. معظم الأساسيات دي هتكري اون معانا للجزء الخاص بشرودنجر وشرودنجر ايكويشن. المفاهيم الماثماتكس اللي هنتكلم فيها النهاردة تكون مهمة جدا للأجزاء اللي جاية بعد كده. أنا بإذن الله في كل محاضرة الماث بتاعنا هيبدأ يعلى شوية كل ما هنقرب للكور ثيري أو للكور بتاع الكوانتم ميكانكس. تمام. طيب دلوقتي احنا المرة اللي فاتت احنا خدنا ايه؟ المرة اللي فاتت احنا مرينا ب بولتزمان ديستريبيوشن، مرينا ب رايلي جينز ديستريبيوشن. بعد كده دخلنا في الآخر على بور ودخلنا على سمرفيلد. وهنا حصل حاجتين. أول حاجة طلع لنا concept of quantization من بلانك، فكرة إن ال E عندي تساوي ال H في نيو، وفكرة الكوانتا بتاعت اللايت اللي هي الفوتون. تمام. دي التلاتة عندي. في نفس الوقت كان عندي فكرة ال quantized energy level وال quantized momentum في ال electron orbitals. لما كان في عندنا electrons وكان عندنا الاتوم، وقلنا ان الاوربيتالز دي quantized، بمعنى ان انا عندي values معينه او orbitals معينه الالكترون بيكون فيها. تمام. دي اهم حاجتين احنا طلعنا منهم، اللي طلعنا بيهم المره اللي فاتت. طيب دلوقتي احنا عايزين بقى كده نسيبنا شويه من سمر فيلد، جزء الكوانتيزيشن بتاع الاوربيتالز، ونرجع شويه كده لبلانك. بلانك قال لنا ان الاي تساوي اتش في نيو. الكلام ده اترتب عليه ان احنا ظهر، وانا كنت قلت يعني في نص المحاضره لما كنت بشرح بلانك، قلت ان انا كده اللايت عندي متكون من كوانتا. الكوانتا دي اكن اللايت بيم بتاعي عباره عن بارتكلز كده بالشكل ده. تمام. بالشكل ده كده. طيب دلوقتي ده كوانتا اوف لايت دي سمة فوتون. اوكي. طيب دلوقتي ده معناه ايه الكلام ده؟ كفلسفه كده ومنطق معناه ايه؟ معناه ان انا عندي اللايت بقى بارتكلز بمفهوم الكوانتيزيشن بتاع بلانك. طيب لما اللايت يكون بارتكلز بمفهوم الكوانتيزيشن بتاع بلانك، يبقى كده انا عندي ازمه. ايه الازمه؟ قبل بلانك وقبل الكوانتيزيشن بتاع بلانك كان في عندي ديبيت تقريبا على ايام نيوتن، كمان كمل اللي بعد نيوتن بشويه، ان هل اللايت ويف ولا بارتكل. كان في ناس من ضمن نيوتن كانوا بيقولوا ان هو بارتكل، وفي ناس تانية بعد كده طلعوا قالوا ان هو ويف. وكان في عندي ديبيت كبير قوي لحد لما الاكسبيرمنتس استقرت على ان اللايت ويف. تمام. طيب دلوقتي لما بلانك طلع الكلام بتاعه، فكرة الفوتونز، فأنا أصبح عندي كده في مشكلة. إيه هي المشكلة؟ إن الديبيت رجع ده تاني. الديبيت هل لايت ويف ولا بارتكل؟ طيب إحنا دلوقتي هنعمل إيه؟ المفروض أي كلام في الفيزياء، أي assumption، أي postulate في الفيزياء لازم الإكسبيرمنت تحكم عليها. فإحنا علشان نقتنع إن اللايت عبارة عن particles على كلام بلانك، فإحنا الأول لازم نشوف الإكسبيرمنتس. وفي نفس الوقت عشان نعرف إن اللايت هل هو ويف ولا لأ، لازم نشوف برضه الإكسبيرمنتس. معنى كده ان لو انا طلع عندي ان اللايت في الاكسبيرمنتس بيتصرف كويف، في نفس الوقت في الاكسبيرمنتس التانية بيتصرف كبارتكل، فانا كده عندي طبيعة مزدوجة للضوء، ويف بارتكل دواليتي. تمام. طيب اول حاجة ناخد الفينومينون بتاعت الويف البارتكل سايد البارتكل اسبيكت بتاع اللايت. تمام. دلوقتي اول حاجة عندنا خالص كان في حاجة في ظاهرة كده اسمها الفوتو الكتريك افكت. يعني ايه فوتو الكتريك افكت؟ قال لي ان انا كان في عندي لايت، لما اللايت ده بيقع على ميتال، فالميتال ده بيظهر عندي بيجكت الكترون. الكلام ده اكتشفوه ازاي؟ كانوا بيجيبوا ميتال يوصلوه بافوميتر او حاجه شبه بالافو يعني، وكانوا بيقيسوا الكرنت اللي طالع منه، فبيلاقوا لما بيجيبوا ضوء والضوء ده بيسلطوه على الميتال، كان الافو بيقرا عندهم فولتج او كرنت. تمام كده. تمام. طيب لحد كده زي الفل. الناس بقى ساعتها ما كانوش عارفين ايه سبب الموضوع ده، وكان في تفسيرات كتير طلعت، بس معظم التفسيرات ما كانتش ظابطه مع الاكسبيرمنتس. طيب دلوقتي جه
البيج بوس بتاع الفيزياء اينشتاين قال والله يا جماعه، انا عندي assumption. الاسامبشن ده بيقول او معتمد في اساسه على فكره الكوانتا بتاعت بلانك. طيب ازاي؟ قال انا دلوقتي عندي اللايت ده عباره عن فوتون، تمام؟ فانا هقول اللايت ده، الفوتون ده الانرجي بتاعته اتش في نيوتن. حلو كده، حلو. قال لي الفوتون ده هيعمل يعني هيخبط في الالكترون وهيدي الانرجي بتاعته للالكترون، تمام؟ تمام. طيب حلو أوي. لما يدي الانرجي بتاعته للالكترون، هل اي انرجي هيديها؟ طبعا لا، مش هينفع. لازم انرجيز معينه. ليه؟ لان ظهر عندي في الاكسبيرمنت ان مش كل الويف لينثز بتاعت اللايت او مش كل الفريكونسيز بتاعت اللايت eject الكترونز في فريكونسيز معينه. طيب قال لي ان علشان يحصل اجكشن لازم الفريكونسي بتاعت اللايت ده تكون اكبر من او تساوي الفي كريتيكال. الفي كريتيكال دي هي ايه؟ هي المينيمم فريكونسي اللي الالكترون عندها بيجكت من الميتال. تمام لحد كده؟ تمام. انا ده ايه؟ معنى ده ان انا لو عندي نيو 1 نيو 2 نيو 3 فريكونسي 1 فريكونسي 2 فريكونسي 3، فلو في 3 هي اللي اكبر من او تساوي في سي فده اللي هيجكت، الباقي مش هيجكت. بكده تمام؟ تمام. طيب دلوقتي لما يجي يحصل اجكشن ويظهر عندي كارنت، ايه اللي بيمشي في السلك في الكارنت عندي؟ الكترونز. طيب الالكترونز دي جايه منين؟ جايه من الميتال. طب جت من الميتال ليه؟ جت بسبب الايجكشن اللي حصل بسبب الفوتون اللي وقع بالفريكونسي less greater than or equal critical frequency. طب حلو. معنى كده ان الالكترون ده عشان يتحرك في السلك فهو اكتسب كاينيتيك انرجي. الكاينيتيك انرجي دي معنى كده برضه ان هي جت من الفوتون اللي هو واقع على الالكترون. طيب عايزين نحسب الكاينيتيك انرجي دي. طب احسبها ازاي؟ قال لي بسيطه. انا عندي الفوتون عنده انرجي معينه، وعندي هنا الفاي. الفاي دي ايه؟ الفاي دي مش زاويه. الفاي دي هي الورك فانكشن، اسمها الورك فانكشن. يعني ايه ورك فانكشن؟ كلمه فانسي للمينيمم انرجي ريكوايرد تو ايجكت الكترون من الاخر يعني. طيب الكلمه الفانسي دي او الكلمتين الفانسي دول عشان نوصف الحاجه دي، قال لي دي بتساوي ايه؟ قال لي دلوقتي انا الانرجي بتاعت الفوتون بتاعي اللي نازل هي اتش في نيو. حلو كده؟ حلو. قال لي دلوقتي بما ان انا عندي الكترون لازم الفوتون يكون ليه مينيمم فريكونسي في سي، فالفاي هي كمان اتش في سي. حلو كده؟ حلو. يبقى دي هي دي. اوكي؟ زي الفل زي الفل. طيب بالنسبه للانرجي بتاعت الفوتون، الانرجي بتاعت الفوتون هي الاتش في ميو اللي هي بتاعت بلانك. طيب دلوقتي نفك الكلام ده هيطلع عندنا الشكل ده. لما نيجي نفكه اخدنا الاتش كاونت فاكتور وانا عارف ان النيو تساوي سي على لامدا. حلو كده؟ طيب، فانا هقعد هنا النيو واخد الاتش سي كاونت فاكتور. طيب خلينا نركز على الايكويشن دي. دلوقتي انا عامل بلوت هنا. البلوت ده بيقول ايه؟ خلينا نمسح بس الدوشه دي. دلوقتي انا عامل بلوت هنا. البلوت ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا كل ما الفريكونسي عندي زادت، كل ما الكاينيتيك انرجي، هنا الاي دي بترمز للكاينيتيك انرجي، كل ما الكاينيتيك انرجي عندي زادت. بس لو خدتوا بالكم الستريت لاين ده عامل انترسكشن. تمام؟ الانترسكشن ده عامل بيه الفي كريتيكال او النيو كريتيكال. طب النيو كريتيكال دي اللي هي ايه؟ اللي هي الفريكونسي اللي عندها بيحصل ايجكشن. حلو جدا. طيب دلوقتي الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو عندي اكسبيرمنت، الاكسبيرمنت دي قدرت ان هي تقيس يعني تعمل بلوت ده، تجيب السلوب ولقيته ان هو فعلا بيساوي اتش بالشكل ده، معناه ان الكلام مش صح. وده فعلا اللي حصل في اكسبيرمنتس، مش بس اكسبيرمنت واحده، في اكسبيرمنتس اتعملت. والاكسبيرمنت دي لو في حد فيكم في قسم فيزياء في سنه رابعه، مواد فيزياء العمليه في سنه رابعه، هيعمل فوتو الكتريك افكت وهيجيب السلوب وهيطلع له اتش. طيب زي الفل. طيب ده كده كان كلام اينشتاين وطلع صاحب الاكسبيرمنت. كمان كان في زياده على كلام اينشتاين. يعني اينشتاين كمان زود في الانتربريتيشن وقال ان انا عدد الالكترونز اللي ejected، العدد ده بيعتمد على عدد الفوتونز. احنا هنا بنقسم ان كل الفوتونز هي الفي النيو بتاعها فوق النيو كريتيكال. تمام. طيب دلوقتي لو بس حد يعني اول مره يسمع الرمز ده، اسمه نيو، بيتنطق كده نيو. تمام. طيب دلوقتي كل نيو هنا
كل فوتون قصدي هنا عنده نيو تساوي اكبر من نيو كريتيكال. طيب الكلام ده بيعتمد لان انا لو عندي فوتون واحد هيعمل اجكشن الكترون واحد، عندي فوتون اتنين هيعمل اتنين الكترون، وهكذا. تمام. طيب عدد الالكترونز لما يزيد، سوري الفوتونز لما يزيد، ده بيساوي ايه؟ بيساوي ان الانتنسيتي بتاعت اللايت بتزيد. ليه؟ انا لو عندي لايت فيه مثلا 3 فوتونز، تمام، وعندي لايت فيه 10 مليون فوتون، انا الانتنسيتي بتاعته اكبر، اكيد ال 10 مليون فوتون. فبالتالي 10 مليون فوتون اللايت اللي هو عنده انتنسيتي اعلى هيزود لي عدد الالكترونز بتاعتي، وبالتالي هيزود لي الكرنت. تمام. بس خدوا بالكم، الانتنسيتي مش بتزود الكاينتيك انرجي بتاعة الالكترون الواحد، لا هي بتزود عدد الالكترونز. اوكي. تمام. طيب دي كده كانت اول ظاهرة معانا عن من فكرة البارتيكل behavior في اللايت. في ظاهرة تانية عندنا هي الكومبتون سكاترينج. دي تعتبر يعني افكت البارتيكل فيها واضح اكتر عن الفوتو الكتريك افكت. ازاي؟ اول حاجة تعالوا نبدأ نتكلم من هنا، من الحتة دي. يعني ايه سكاترينج؟ سكاترينج سكاترينج ساعات بتتحط في كونتكست الكوليجن. هو يعني المعنى او المفهوم قريب شويه من بعض ما بين الكوليجن والسكاترينج، بس السكاترينج اعم شويه. طيب يعني ايه كوليجن يعني ايه سكاترينج؟ دلوقتي انا لو عندي تو بارتكلز، التو بارتكلز دول عملوا تاتش لبعض، بعد كده عملوا اللي هو الكوليجن العادي او الديفليكشن بيحصل في الكوليجن، فده معناه ايه؟ ده كده كوليجن، ده كده خلاص، ده كده كوليجن عادي، عملوا تاتش لبعض، بعد كده بعد التاتش لبعض دول مشوا كل واحد في الطريق بتاعه. طيب حلو أوي. لو انا بقى عندي بوزيتيف تشارج وبوزيتيف تشارج في ما بينهم الكتريك فيلد، الالكتريك فيلد ده لما ده يجي يقرب هيحصل ايه؟ يحصل له ديفليكشن، ينحرف عن المسار بتاعه بسبب ريبالشن. طيب هنا البيهيفير قريب من فكره الكوليجن، بس ما عملوش دايركت كونتاكت مع بعض. تمام. طيب ده كده بيكون ايه؟ ده كده بيكون سكاترينج. حلو كده. طيب ده كده الفرق ما بين الكوليجن والسكاترينج. طيب يعني كده كل كوليجن هو سكاترينج، لكن مش كل سكاترينج هو كوليجن. تمام كده. دلوقتي احنا فهمنا يعني ايه سكاترينج. ايه بقى علاقة كومبتون سكاترينج وايه الليلة بتاعت كومبتون سكاترينج؟ والله قال لي عم كومبتون، قال لي ايه؟ قال لي ان انا لما باجي بنزل ويف لينس، يعني عندي مثلا لايت بيم. اللايت بيم ده مونوكروماتيك. يعني ايه مونوكروماتيك؟ يعني ليه ويف لينس واحد، ليه فريكونسي واحدة. لو جيت قيس المونوكروماتيك بيم ده ومونوكروماتيك لايت على الكترون ثابت في مكانه ومش بيتحرك، هيحصل حاجتين. اول حاجة لما اجي احط ديتكتور هنا واقرا آه، ال- اللايت اللي جاي من هنا، هلاقي ان اللايت اللي هنا الويف لينس بتاعه اعلى من الويف لينس اللي هنا. تمام. في نفس الوقت لما اجي احط الكترون ديتكتور هنا هلاقي ان الالكترون اللي كان ثابت في مكانه بقى عنده مومنتوم. تمام لحد كده؟ تمام. طيب دلوقتي انا حصل عندي ايه؟ حصل عندي الظاهرتين دول. الظاهرتين دول شبه ظاهرة الكوليجن، اللي هو الكوليجن العادي بتاعنا. طيب بس احنا ما نعرفش هل يعني في تاتش بيحصل ما بين الالكترون وما بين الفوتون، يعني مش عارفين تفاصيل الانتراكشن قوي، عشان كده سميناه سكاتر. تمام. طيب لحد كده الدنيا تمام، لحد كده الدنيا اعتقد تمام. طيب دلوقتي معنى ان الويف لينث يكون اكبر من الانسيدنت ويف لينث ده معناه ايه؟ معناه ان الانرجي بتاعتي دي مثلا انرجي 2 ودي انرجي 1، انرجي 2 اقل من انرجي 1، معنى كده ان الالكترون شفط جزء من الانرجي وكمان شفط جزء من المومنتم بتاعة الفوتون. تمام تمام. ليه؟ لأنه بقى عنده مومنتوم ما كانش عنده مومنتوم في الأول. نفس الفكرة، أصبح عنده كاينتيك انرجي وما كانش عنده كاينتيك انرجي في الأول. يبقى ده كده يعتبر، لو حد فيكو درس كلاسيكال ميكانكس في الكلية في سنة أولى، فهيلاقي إن البيهيفير ده بالظبط نفس البيهيفير بتاع الكوليجن اللي في كلاسيكال ميكانكس. طيب فاحنا كنا بنعمل إيه في الحاجات اللي زي كده؟ بنعمل إيه؟ بنطبق conservation of energy وبنطبق ال conservation of momentum. طيب الكلام جميل، بس انا هنا بقى عندي مشكله، عندي مشكله او عندي مشكله، يعني مشكلتين كده. اول حاجه هي ان احنا بنتعامل مع سرعات ضوء، تمام، لان ده ضوء ده فوتون، ففي سرعات قريبه من سرعه السين.
حلو. في نفس الوقت انا بتعامل مع ويف، حلو كده. الويف ملهاش ماس، يعني اللايت انا عارف ان هو ملوش ماس. وطبعا معادلات الكونزرفيشن اوف مومنتوم ومعادلات الانرجي داخل فيها الماس. الازمه دي ازاي؟ والله كان ساعتها وقتها اينشتاين طلع المعادله بتاعته الاي ام سي سكوير. حلو. طيب اينشتاين لما طلع الاي ام سي سكوير، في الحقيقه اي ام سي سكوير دي مش الحقيقه الكامله، الميديم كانت مخبيه الحقيقه دي. لا، الحقيقه بقى الكامله هي المعادله دي الفول فورمولا بتاعت اينشتاين. دلوقتي الفورمولا دي لو كان عندي اوبجكت ات ريست، فالجزء ده بزيرو، المومنتم بتاعته بزيرو، فبالتالي هيكون عندي ام اي سي سكوير، خد سكوير روت وهيطلع لي الكلام ده. تمام. دي كده الايكويشن الكامله بتاعت اينشتاين. طيب لو انا جيت طبقت الايكويشن دي على الالكترون، هيظهر عندي ايه؟ هيظهر عندي ترمين. اول ترم ده بيعبر عن كاينتيك انرجي بتاعت الالكترون. تاني ترم تاني ترم بيعبر عن الريست ماس بتاعت الالكترون. طيب يعني ايه الريست ماس بتاعت الالكترون؟ انا دلوقتي لما بيكون عندي اوبجكت ثابت، والاوبجكت ده بعد كده جيت حركته، فالاوبجكت لما بيجي يتحرك الماس بتاعته تختلف. يعني مثلا ده هنا ات ريست وده هنا ات موشن، الاتنين دول مش بيساووا بعض. ده طبعا سبيشال ريلاتيفيتي. احنا مش هنتعمق قوي في السبيشال ريلاتيفيتي دلوقتي. احنا باذن الله لما نيجي ناخد دراك ايكويشن، كلاين جوردن ايكويشن، اللي هو الجزء الرابع من كوانتم ميكانكس، او بالاصح ريلاتيفيستيك كوانتم ميكانكس، نتعمق قوي في السبيشال ريلاتيفيتي، وهنعرف تفاصيل اكتر فيها. بس دلوقتي احنا مش هنتعمق فيها قوي، لان احنا بس عايزين المعادله دي مش اكتر. وهنعرف يعني فكره الام والام داش، الفرق ما بينهم والكلام ده كله. بس دلوقتي احنا بس عايزين المعلومه دي. فاحنا هنا دلوقتي عندنا ماس ات ريست وماس ات موشن. فاحنا هنا المعادله دي الجزء فيها محطوط فيها الماس ات ريست. طيب حلو قوي. بما ان هي محطوط فيها الماس ات ريست، فده الجزء ده اسمه ريست ماس انرجي. حلو كده. احنا كفيزياء التسميات بتاعتنا بسيطة، مش بنعقد التسميات. طيب دلوقتي احنا هنا عندنا ايه؟ عندنا ريست ماس انرجي بتاعة الالكترون. حلو جدا. في نفس الوقت عندنا كاينتيك انرجي بتاعة الالكترون، برضه حلو جدا. ده كده على بعض دي اسمها الريلاتيفيستيك انرجي بتاع الالكترون. طيب بالنسبة للفوتون، الفوتون بتاعنا ملوش ماس، فبالتالي الجزء ده هيبقى بزيرو. بما ان الجزء ده بزيرو، فاصبح عندي المومنتم بتاعت الالكترون دول في الكلاسيكال ميكانكس العاديه كان المومنتم ام في الفي اللي هي الفيلوسيتي، والماس اللي هي الام هي الماس قصدي. طيب لكن هنا في الريلاتيفيتي المومنتم بتاع الفوتون جايه من الانرجي بتاعته. طب الانرجي بتاعته اللي هي ايه؟ اللي هي الاتش في ميو. تمام كده. تمام. طيب دلوقتي في هنا حاجه سريعه تعالى عايز اقوله. دلوقتي بما ان الماس بتاعت الانرجي بتاعتي الترم بتاع الماس اتكنسل، فبالتالي مبقاليش غير الترم ده. فبالتالي علشان خاطر الانرجي بتاعت الفوتون متبقاش بزيرو، فلازم الفوتون يبقى دايما عنده مومنتم. معنى كده ان مفيش فوتون اتريست نهائي. تمام كده. تمام. طيب دلوقتي تعالوا بقى نابلاي الكونزرفيشن اوف مومنتم ونابلاي الكونزرفيشن اوف انرجي. اول حاجه تعالوا نابلاي الكونزرفيشن اوف مومنتم. انا دلوقتي عندي ايه؟ انا عندي مومنتم اتعمل لها ديبوزيشن، ايداع في السيستم بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا عندي مومنتم، المومنتم دي كانت في الانسيدنت فوتون. بعد كده المومنتم ده كان المومنتم بتاع الانسيدنت فوتون كأنه ميراث وتوزع على بقية البارتكل بتاعت السيستم، اللي هي ايه؟ اللي هو السكاترد فوتون بتاعي، واللي هو الالكترون اهو دي توزع. حلو كده. طيب انا عندي ايه؟ عندي المومنتم بتاع السكاترد فوتون والمومنتم بتاعت الالكترون، السكاترد الالكترون. طيب انا ما كانش عندي موشن للالكترون قبل السكاترينج، فبالتالي المومنتم بتاعته قبل السكاترينج كان بزيرو. طيب حلو جدا. نهاية ترتيب المعادلة يطلع لنا هنا المومنتم بتاعت السكاتر الكترون. طيب حلو جدا. هنعمل سكويرنج للجزء ده في المعادلة. لما نيجي نعمل سكويرنج ده فيكتور. تمام. لما باجي بعمل سكويرنج لفيكتور بيكون ده برودكت. تمام.
اي فيكتور لما بيتعمل له دوت برودكت مع نفسه بيطلع معايا نفس الفيكتور بيطلع معايا يعني الفيكتور الماجنتيود بتاع الفيكتور سكوير. حلو كده تمام. طيب، انا اتمنى يعني ان يكون الجزء الخاص بتاع الدوت برودكت يكون يعني كلنا عندنا خلفية فيه. لو في مشاكل فيه ممكن انزل فيديو واشرح سريعا الدوت برودكت والكونسيبت بتاعه كده لو حابين. طيب دلوقتي احنا عندنا ده الدوت برودكت كده، ده كده بقى البي سكوير الماجنتيود سكوير. وهنا عندي الجزء ده first times first second times first times first second times second first times second times 2 أو first times first second times second first times second times 2. حلو كده، ده اللي هو فاكهة البراكت. طيب ده بقى ده وده بقى ده. تمام. ده جه منين؟ الكوزاين دي جت منين؟ جت من الدوت برودكت بتاعي. دي معادلة الدوت برودكت، عندي فيكتور اي وفيكتور بي بيساوي اي بي كوزاين سيتا، والسيتا دي الانجل ما بينهم. هنا الانجل، هنا الفيكتور بتاعي ايه؟ الفيكتور بتاعي اللي هي المومنتوم بتاع الانسنت فوتون اللي هي بالشكل ده، والمومنتوم بتاع السكاترد فوتون اللي هي دي، ودي الانجل ما بينهم اللي هي فوق. تمام كده؟ تمام. طيب البي عندي اللي هي المومنتوم بتاعة الفوتون هي ايه؟ هي ايه على سي اللي هي بتتفك الاي دي بتتفك الاتش نيو، وهنا السي بتاعتي. اقعد بالكلام ده هنا فوق. لما اجي اقعد بالكلام ده هنا فوق هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي الشكل ده. خدوا بقى بالكم من حاجة، يعني حاجة حلوة جدا. هنا ده ايه؟ ده المومنتوم بتاع الانسنت فوتون، وده المومنتوم بتاع السكاترد فوتون. ده نفس الفكرة وده نفس الفكرة. فانا هنا كل المومنتومز اللي هنا هي الفوتون، مفيش عندي مومنتوم للالكترون. بالتالي اقدر عادي اعوض بالحاجات دي هنا وانا مستعد. تمام. تمام. لما جيت اعوض خدت كون فاكتور الكلام ده، بقى لي الفريكونسيز بالشكل ده. طيب خليكم حافظين شكل المعادله دي عشان هنرجع لها تاني. طيب دلوقتي انا عندي هابلاي بقى conservation of energy. conservation of energy يعني ايه؟ عندي energy بتاع السيستم قبل السكاترينج والانرجي بتاع السيستم بعد السكاترينج. في الاول انا عندي الانرجي بتاعت الفوتون، بعد كده الانرجي بتاعت الالكترون قبل السكاترينج، بعد كده عندي الانرجي بتاعت الفوتون بعد السكاترينج، وبعد كده عندي الانرجي بتاعت الالكترون بعد السكاترينج. تمام. طيب الاختلاف هنا في الفريكونسي، والاختلاف هنا هيكون في ايه؟ الاختلاف هنا ان انا الجزء ده بتاع الالكترون هو كان اتريست فده بزيرو، فبقى لي الترم ده هو نازل. طيب هنا مفيش حاجة عندي هتصفر لأن هو بقى عنده مومنتوم ومازال محتفظ بالريستنس انرجي بتاعته، فالترم ده هينزل زي ما هو. بقى عندي الايكويشن دي، عيد ترتيب الايكويشن هقضي ده هنا واخد من فاكتور اتش، وبعد كده اعمل سكويرنج للمعادلة هيطلع لي الشكل ده. فوق السكويرنج باخد الترم ده جوه هيطلع لي الشكل ده. دلوقتي انا هنا اتبقى لي البي اي داش اللي هي كانت في المعادلة دي، هي البي اي دي. تمام. اللي هي المومنتوم بتاعت السكاترد الكترون. تمام. طيب دلوقتي هعوض بالمعادلة الكبيرة دي هنا. تمام. لما اجي اعوض واعمل شوية خطوات رياضة كده طويلة، بس ما يعني هي خطوات رياضة طويلة ك يعني كالجبرا وما فيهاش يعني كونسبت نطلع منه. فانا يعني اختصرتها هنا، فدي الايكويشن اللي هتطلع لي. طيب الايكويشن دي لما اجي اعوض بنيو بتساوي سي على لامدا هيطلع لي الايكويشن دي. طيب الايكويشن دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي اللي تشينج في الويف لينث بتاعي اللي هو بيكورسبوند للتشينج في الفريكونسي، واللي في نفس الوقت بيكورسبوند للتشينج في الانرجي بتاعت الفوتون، والتشينج في الانرجي ده اللي اكتسبه مين؟ الالكترون، فبالتالي ده بيريليت برضو للانرجي بتاعت السكاترد الكترون، معتمد على الانجل اللي حصل بيها سكاترينج، والباقي ده كله كونستنت. هو في الاساس معتمد على الانجل اوف سكاترينج. تمام كده؟ تمام. طيب الليله دي لازمتها ايه؟ لازمتها ان هي كده بشكل theoretical ان انا اقدر اعمل interpretation للكومبتون سكاترينج عن طريق ان انا اموديل اللايت بتاعي على اساس ان هو بارتيكل اللي هو في الحاله دي الفوتون بتاعي. تمام. طبعا في اكسبيرمنتس، طبعا هي دي في الاساس كانت ظاهره في اكسبيرمنت لما احنا قلنا ان هو ده الويف لينس مختلف وفسره، والتفسير بتاع الموديل بتاعه بتاع كومبتون سكاترينج مطابق للاكسبيرمنت، وبالتالي ده دليل تاني على وجود particle behavior لللايت. طيب
هنكمل الجزء بتاع الويف ناتشورال لايت في الفيديو الجاي.